السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة هاخدكم في جو مختلف شوية. ما رحناش عملنا فيديوهات هناك من زمان، مش فاكرة اصلا اخر مرة رحت هناك امتى. يمكن كان المحصول اللي بالجامعة دلوقتي ده كان لسه صغير واخضر. فاكرين انا لما اوريكم الرز وهو صغير كده لما باظ مننا؟ تعالوا دلوقتي هوريكم بقى عامل ازاي ووصل لايه. انا ندى احمد، لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده. تعالوا بينا بقى نوريكم النهاردة انا هروح فين. هعمل ايه، تغيير جو بعيدا عن المطبخ وعن البيت. زي ما قلت لكم ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها خير باذن الله تعالى، بحبكم وبدعمكم ليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله هنوصل لكل اللي احنا عاوزينه. اي حد نفسه في حاجه طبعا بيقول يا رب، وربنا باذن الله يحقق له اللي هو عاوزه. تعالوا بينا كده النهارده. طبعا انتوا عارفين ان ده موسم جمع الحصاد، ايا كان الحصاد بقى رز ذرة. دي اغلب الحاجات اللي بتكون متداولة في الايام دي او في الشهور اللي احنا فيها دلوقتي دي. اغلب الحاجات المتداولة في جمع المحصول هي الذرة والرز. طبعا اللي قدامكم ده رز، وعشان هو لسه انا وريتكم فيديو قبل كده من زمان كام شهر ان هو كان باظ. طبعا رجع اتزرع من الاول وجديد. فطبعا كان فيه رز حلو واماكن ما كانتش حلوة. فالاماكن اللي مش حلوة دي لما اتزرعت هي اللي خضرة. لو تلاحظوا ان في اصلا قش اخضر وقش اصفر، فالاصفر ده خلاص المفروض ان هو خلاص ما عادش ينفع يفضل، والاخضر المفروض يفضل شوية. فهنعمل ايه في الموضوع ده بقى؟ المفروض ان احنا دلوقتي المكنة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بت بتمشي في الارض كده، بتضم المحصول وبتدرسه في نفس الوقت. زي ما انتوا شايفين كده، هي لا خزان بتجمع فيه كل حاجة، هي بتمشي كده بتاخد الرز بس وبتسيب القش مش بتاخده. زي ما هو باين قدامكم كده، هي بتاخد الرز وبتطلع القش من الناحية التانية. فطبعا وفي الحالة دي بقى احنا هناخده عند البيت ونحط مفرش ونفرشه عليه وكده. الفيديو ده مختلف شوية عن الفيديوهات اللي انا بنزلها، اي نعم، بس لازم أن يكون في تغيير شوية في الفيديوهات. يعني مش كل الفيديو يكون في الطبخ شوية واحنا بنجيب اغراض للبيت او طلبات من السوبر ماركت شوية واحنا بنعمل اي حاجة تانية مختلفة، بحيث ان الفيديوهات ما تكونش كلها تزهقوا منها. التغيير حلو برضه. فهو هنا انا حبيت اصور لكم الفيديو شكل المكنه كده وهي بتعمل الرز وهو واقف وتطلعه كده. هوريهولكوا دلوقتي وهي بتفضيه في الاخر بيكون شكلها حلو. فحبيت اصور لكم اللقطه دي، انا اول مره اشوفها يعني. انا قلت لكم انا عمري كام سنه، اول مره اشوفها يعني. فعاوزه اقول لكم بس مش محتاجه منكم غير الدعم والتقدير للفيديوهات اللي انا بعملها. ويا ريت يا حبايب قلبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده وكل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. واللي لسه ما عمليش اشتراك يا حلوين ينزل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو يعمل لي اشتراك. عاوزه اقول لكم ان هو الجو كان حلو ومش حر قوي، وكمان هو مش هوا قوي، يعني كان الجو حلو. فبالنسبه لي كنت واقفه ما كنتش انه متضايقه. زي ما انتوا عارفين معظمكم انه اصلا الايام دي الجو بقى لطيف شويه، شويه هوا شويه شمس عواصف شويه. فهو خلاص يعني. كمان هم هنا كانوا خايفين ان الجو يشتي على الرز، فبدل ما يقعد لسه يومين تلاتة يقعد اسبوع، يقعد 10 ايام، فكده اضمن. وبعدين بقى هنجيبه ونحطه قدام البيت هنا يومين تلاتة في الشمس، وبعدين هنلمه بقى بنعبيه وبتخزن. واللي حابب يبيع بيبيع واللي بيشتري بيشتري. هو ده الموسم اصلا بتاع جمع المحصول. كمان كل اللي عاوز يشتري رز للبيت يخزنه بيشتري دلوقتي في الايام دي، لان بيكون سعره مناسب شوية. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا في الجوانب بيكون في رز بس المكنة مش بتوصله، فطبعا اصحاب الارض بيلموه زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنا بنلمه وبعدين بنوديه عند المكنة. فاي حد عنده ارض وبيجيب المكنة دي طبيعي ان هو
بصوا بيلموا، وبعدين في الاخر كده في النهاية بيوديه عندها زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. هي خلاص خلصت الارض كلها، ما عادش فاضل غير الشوية اللي هم لموهم دول. فهي عاوزة اقول لكم حرفيا، بصوا مش بتاخد وقت، هي جميلة جدا. بس كمان احسن حاجة على فكرة عاوزة اقول لكم، لما يكون المحصول واخد حقه، يعني مش القش فيه اخضر، لما يكون اصفر كمان بيكون احسن واحسن. اول مرة يكون عندنا كده. وعاوزة اقول لكم كمان إن دي اول مرة الرز يحصل كده يعني. بس الحمد لله زي ما انتوا شايفين اتغير 100 درجة. كان في البداية يعني ما كناش اصلا يعني حرفيا مصدقين ان هو هيبقى كده بالنهاية، بس دي قدرة ربنا. زي ما انا بقول لكم ان قدرة ربنا فوق كل شيء. ان شاء الله قدرة ربنا هتوصل كل واحد للي هو نفسه فيه، وهتحقق لكل واحد هدفه وحلمه طول ما هو قريب من ربنا وبيقول يا رب. زي ما انتوا شايفين كده هي خلاص خلصت هنا، فخلاص هتفضوا الرز. هما هنا واقفين. طبعا لو هيتفضى في نفس المكان ده ويتفرش فيه فعادي، هي ممكن ما يتحطش في شكاية، بس لان هو هيروح عند البيت فهم هنا واقفين عشان هي ما تنزلوش على المفرش مثلا ويرجعوا تاني يعبوا كده. فهم هنا هيعبوه، وبعدين خلاص هياخدوه عند البيت بقى، كل واحد حر في حاجته، يعني اللي عاوز بيفرد اللي عاوز بيخزن على طول. انا كده يا حبايب قلبي وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا منه او استمتعتوا بيه. ان شاء الله اللي جاي خير واللي جاي احسن باذن الله. يا ريت يا حبايب قلبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده، وتنزلوا كمان في الزر الاحمر اللي تحت الجرس وتعملوا شير للفيديو ده وكل الفيديوهات اللي فاتت واللي جايه. ان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. انا كده وصلت لنهاية الفيديو، انتظرونا في فيديوهات جاية كتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.